النجاح والله يوفق الجميع. دابا عاد لقيت الجار ديالي وباركت له، قلت له زعما راه مبروك بان هولندا غلبت وكذا وهذا وهذا، قال لي وهذا. ومن بعد قال لي راه الباترون ديالو جاتو واحد المعلومه من عند العمده بان هو الرخصه ديال الماتش اذا طاح المغرب مع هولندا ما يعطيهمش الرخصه يخرجوا ديك الشاشه اللي كيعملوها على برا، لان خوفانين من المغاربه وخوفانين عندك تنوض الروينه، لانهم عارفين الروينه غتنوض. المغاربه الشباب اللي هنايا كاين شي دراري هنايا اذا غلب المغرب كيخرجوا يشخصوا الدنيا، اذا خسر المغرب غيخرجوا يشخصوا الدنيا. يعني العمدات عارفين كاملين غادي يشخصوا لهم الدنيا. فلهذا العمدات كاملين وقيل ولاو كيصليو كيدعيو لربي باش هولندا ما تطيحش مع المغرب، لان الطريق ديال هولندا ماشي للمغرب والطريق ديال المغرب ماشي لهولندا. اذا غلبت هولندا غلبت تونس غطلع هي الاولى في الجروب. حنا اذا ما غلبناش هايتي باربعه دكوان على الاقل واسكتلندا ما تخسرش غير بواحد لزيرو فغادي نكونوا مزيانين. لكن الطريق ماشى هيداك. واحد الحاجه جاتني غريبه بلي ان الحكم اللي غادي يصفر بارديدو ديال المغرب مع هايتي عطاوالهم هولندي. ما نعرف يكون ديك الحكم يخلي المغرب يغلب شي 7 ولا 8 باش ما نطيحوش مع هولندا. الناس خوفانه بالمعقول بدون مزح، خوفانين بالمعقول. الكاين اللي خايف، لان انا شفت واحد الروبورتاج ديال واحد القناه بلي ان ملي كيسقسيو الجمهور كيقولوا لهم ودي بلاش المغرب، خطيونا من المغرب، ما عندناش كيفاش نوقفوا الصيباري. خوفانين بصح. وكاين اللي ما خوفانش، يعني بحال اللي كتقول دابا بقات كتبدل الرؤيه لانه ما غلبوا باربعه ولا خمسه وقيله بخمسه، غلبوا بخمسه. على ديك الشيء دابا بداو كاين شي منهم كيقول لك صافي بوردون فيرت كامبيون حنا غادي نديو كاس العالم. لهذا الناس هنا خوفانا بالمعقول. يعني لا الشرطه ديال هولندا ولا كاع الامن ديال هولندا خوفان من هذا الماتش هذا بزاف، لان المغاربه وديك الدراري غيشرشوا الدنيا. يخلي على الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتكلم على ماتش ديال هولندا والمغرب، إن شاء الله مربوحة لجميع المغاربة. الجميع كان ينتظر هذه المواجهة، المنتخب المغربي يصدم منتخب هولندا في الواحدة من أقوى مباريات الدور 32 من كأس العالم 2026. المواجهة تحمل طابعا خاصا ليس فقط لقوة المنتخبين بل أيضا المنتخب وجود عدد من اللاعبين. في المقابل يمتلك المنتخب الهولندي خط هجومي قويا مع قدرة الكبيرة على الاستحواذ وصناعة الفرص، إضافة إلى خبرة واسعة في المباريات الإقصائية. إذا أراد المغرب تحقيق التأهل فعليه الحفاظ على التركيز الدفاعي والاستغلال الكرة الثابتة والاعتماد على سرعة التحويل من الدفاع إلى الهجوم. أما هولندا فستحاول فرض سيطرتها على الوسط الملعب والاستحواذ على الكرة والضغط منذ الدقائق الأولى لفرض إيقاعها. كل المؤشرات تؤكد أننا أمام مباراة متوازنة للغاية وتحسم بلقطة واحدة أو تمتد إلى الأشواط الإضافية أو ربما ركلات الترجيح. في لقاء يصعب تنبؤ بالنتيجة. من سيحسم البطاقة للتأهل؟ هل يواصل أسود الأطلس كتابة التاريخ أم تنجح الطواحن الهولندية في العبور إلى الدور المقبل؟ اكتب التوقيع للنتيجة المباراة في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. وشكرا لجميع المتابعين. مروحة إن شاء الله للمغرب لأسود الأطلس، وتحية كبيرة لجميع المغاربة. وإن شاء الله يا ربي حاليا طبعا نشوفوا بعد التصريحات ديال الجماهير اللي عايشة في هولندا، قال لك إن شاء الله يعني خايفين من المغرب ويلغيو ديك الشاشات باش ما يتفرجوش، ما تكون شي واحد الفوضى اللي هي كبيره تقدر، حيت المغاربه حاكمين هولندا تبارك الله. ونشوفوا بعد لقطات من اللاعبين في التدريبات، وان شاء الله نكونوا مستعدين وان شاء الله مربوحه. But neither side will want to open itself up too much with extra time and penalties looming if the match is tied after regulation.
This is the first Men's World Cup with a round of 32, so neither country has real history in this exact stage. The broader knockout context is still important, though. The Netherlands have long been one of the best nations never to win the World Cup, finishing as runner-up in 1974, 1978, and 2010, so advancing here is closer to an expectation than a bonus. For Morocco, this is another chance to show that its 2022 semi-final run was not a one-off. The Atlas Lions already made history in Qatar as the first African team to reach a World Cup semi-final, and beating the Netherlands would keep them on track for another deep run while reinforcing their place among the tournament's most dangerous knockout teams. Closer step, closer step. Ah, okay, closer step, closer step. Closer step here, closer step. Change. Okay. Closer step, hey, remember. Yeah, okay. Closer step. Hey, okay, Saddam, closest. I'm happy. Repeat. Go. Yeah, go. For it zone, eh? Go. Ah, that. Okay. Hurry! Go! Okay, change. Yeah, go! Okay. Inside! Go! Go! Everybody, inside! Yeah! Oh la la. Oh la la, my friend. الجمهور اللي كانوا اليوم هنايا اللي كانوا في كل تيران كنتمناو حتى هما يجيو في الميسيك يكونوا مورانا يشجعونا وان شاء الله يكون الخير. On pense pas, on savait que c'était un match piège pour nous. On sait que Haïti il a rien à perdre, mais beaucoup à gagner. Il voulait marquer son premier but dans l'histoire de la Coupe du Monde, gagner ces 3 points. Nous on savait ça, c'est vrai qu'ils sont surpris nous avec le premier but. Moi je suis très content et fier pour le travail de l'équipe avec l'esprit qu'on a sorti. Et on a revenu que c'était pas facile même 2 fois et la vérité est très content pour l'équipe et on espère que ça se donne en force et en plus pour la suite. Hai detto è una partita troppo difficile con il primo gol, ma noi abbiamo lavorato bene per marcare il nostro gol, per venire il più subito possibile per prendere questa vittoria. Lo abbiamo fatto, siamo troppo contenti per questo. Dopo dobbiamo stare concentrati noi e recuperare bene. Non abbiamo una preferenza in questo, tu sai, in questa competizione per arrivare il più lontano possibile dobbiamo giocare contro la migliore squadra, dobbiamo stare focalizzato e concentrato a noi e dopo vediamo contro chi giochiamo. Yeah, I think in every stadium that we play already, the atmosphere is incredible for the both team. Our support and the support of the team that we play, they are always in the stadium, so we feel that it's an incredible feeling for us to play in this kind of stadium, and I hope in Mexico it's gonna be the same. La que estoy un momento muy bueno a nivel personal, a nivel profissional. Olha, pelo amor de Deus, eu acho alguém mais louco que eu. Es bellísimo. Eu sou mismo, belíssima. No. Oh, no! Filha da puta. No. Vamos, caralho! Vamos, caralho. Yeah! Wanna. Chinese. Ok. Take this. Ele fala pra caralho. Eso. O quê? Decide que se siente. Olha o que você tá falando! Chupa essa manga! No entiendo nada. Vas Brasil. No. ¿Dónde vives? En Brasil. São Paulo, ¿Dónde en Sao Paulo? no Brasil. Y que Mbappé, chama? eres el mejor del niño. Oi, amor, tá falando pra caralho. ¿Conoces que también? ¿Dónde viajamos ahora? Calada é um poeta. Olha quem cala esse moço. Neymar! Desvire, por amor de Deus. Neymar Júnior! ¿Cuándo es nuestro date?
Seu cachorro, você quer sair comigo, né?